هذه المدرسة التي أسسها السلطان أبو عنان المريني سنة 51 بعد 107 للهجرة تعد من أكبر وأشهر مدارس فاس والمغرب، فبالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتعليم وإقامة الطلبة تعد المدرسة الوحيدة التي تقام بها صلاة الجمعة، إذ تتوفر على منارة جميلة البناء والزخرفة، إضافة إلى ساعة مائية أو دار الساعة، ولا زالت تقنية تشغيلها مجهولة إلى اليوم. وتبرز هذه الساعة التطور التكنولوجي الذي بلغته مدينة فاس أيام الحكم المريني للمغرب الأقصى. وتنفرد المدرسة البعنانية عن مثيلاتها بفاس بجامعها الفسيح، علاوة على المنارة ذات الشكل المربع والمحلات بالمشبكات الهندسية والفسيفساء. ولدى جولتنا بمختلف جوانب المدرسة المكونة من طابقين والتي تضم 40 غرفة، عرفنا أنها تعرضت إلى عملية ترميم سنة 25 بعد 114 للهجرة، وتعتبر عملية الترميم هذه الأكبر من نوعها التي خضعت لها المدرسة منذ بنائها. وقد تم تمويل عملية الترميم من طرف مؤسسة بنجلون أمزيان للعلوم والثقافة والفن، ودامت أشغال الترميم أكثر من 9 سنوات. وشملت عملية الترميم مختلف أسس المدرسة وقنوات الصرف وبناياتها والعارضات والقبب المرينية والمقرنصات، كما تم ترميم الزليج والخشب المنقوش والجبس والرخام. ورعيت في عملية الترميم القيمة التاريخية لهذه المدرسة وفقا للمعايير التي تنص عليها المعاهدات الدولية المنظمة لعمليات الترميم. مقارنة مع مدارس أخرى موجودة بمدينة فاس، يتبين بأن هذه المؤسسة لها طابع متميز. فأولا هي تحتوي على مرافق لا نجدها في المدارس الأخرى، وقد تحدثت عن مسألة بناء مسجد يحتوي على منبر. فيما يخص العمارة بصفة عامة هي طابع موحد، هي ذات طابع موحد، فجميع البنايات جميع المدارس تتوفر على فناء داخلي، وبها قاعة للصلاة، وبها بيوتات للطلبة موزعة غالبا على مستوى الأرضي حول الأروقة الجانبية، داخل الأروقة الجانبية، ثم في الطابق أو الطوابق العلوية. المدرسة البعنانية فيها خاصية وجود قاعات جانبية، قاعتين جانبيتين تطلان أو تتصلان بالفناء مباشرة، كانتا تخصصان لتدريس إلقاء دروس للطلبة. هذه القاعات بحكم تصميمها بحكم وجودها داخل تصميم عام توحي بالقاعات التي نجدها في المدارس الشرق العربي والتي تعرف بالإيوانات. وقد أرجع بعض الباحثين المعاصرين في العمارة الإسلامية هذا الطابع بأنه نوع من إيحاء المظهر المشرقي في عمارة المدارس، في بناء المدارس بصفة عامة. وتشكل المدرسة البعنانية تراثا تاريخيا وحضاريا كبيرا، حظيت أعمدتها وأبوابها وسقوفها بزخارف رائعة بما فيها نقش الكتابات والآيات والزخارف الزهرية والهندسية على الخشب والجبس والزليج، والتي ما تزال تحتفظ ببهائها وعظمتها ورونقها حتى الآن. ومن الناحية الهندسية تحتوي البناية على قاعة للصلاة
وساحة ومحراب، كلها غنية بزخارف وكتابات منقوشة. عندما عُرضت مصاريف بناء هذه المدرسة على السلطان المؤسس أبو عماد المريني كانت مصاريفها باهظة، فقال منشدا: لا بأس بالي إذا قيل حسن، ليس لما قرت به العين ثمن. كان معكم كمال القوشي من المدرسة البعنانية لبرنامج الكاميرا المحمولة، مدينة فاس.